الصحابة رضوان الله عليهم بيدعوا ربنا 6 شهور إنه يبلغهم رمضان، وبيدعوا 6 شهور كمان إنه يتقبل منهم. وكان من أدعيتهم اللي بيقولوها اللهم سلمني سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر على تبليغه لنا الشهر المبارك، ونسأل أن يعيد الشهر المبارك الفضيل بنصر لقواتنا المسلحة، وأن يرحم في هذا الشهر شهداءنا ويشفي جرحانا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد الشهر المبارك على أرضنا وشعبنا وجيشنا بنصر مؤزر وفتح مبين وعلى سائر بلاد المسلمين. ونصلي ونسلم على نبيه الصادق الأمين المبعوث بخير دين، أفضل الرجال وأقوى الرجال وأشجع الرجال، نبي المصطفى المصفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية ثانية يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة ب10 أمثالها. الكلام ده يا أخواني للناس كلها، بس برضو حابب أذكر بيه أخواني في القوات المسلحة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أولا نتذكر إنه منع الله عطاء وعطاء منع. كيف يعني؟ ربنا منعنا السنة دي نصوم ونفطر مع أهلنا وأحبابنا ودفعتنا زي كل رمضان ليعطينا أو ليمنحنا نعمة أخرى، ألا وهي نعمة الجهاد والرباط في سبيله. والجهاد في سبيله يستاهل، لأنه ذروة سنام الإسلام، ويكفي أنه في باب كامل في الجنة اسمه باب الجهاد. دي من منن ربنا سبحانه وتعالى علينا كمجاهدين في سبيله. ونحن حاليا يعني أي فردي من القوات المسلحة والقوات النظامية عموما، أي واحد فينا عنده مهمة موكل بها. فينا القاعد ديدبان في شمس، وفينا القاعد هسي في خندق محفور، وفينا اللسي متقدم، وفينا اللسي مشتبك. كلنا موكلين بنصرة ديننا ودفاعنا عنه وعن أرضنا اللي هي وطننا وأموالنا وأهلنا. وفاقدين يعني أغلب الناس دي كلها اللي حاليا في الميدان دي فاقدة سبل الراحة اللي كان متوفرة ليها. بس الجنة بتستاهل، والله بتستاهل يا رجالة. وربنا لو كتب لنا الشهادة نسأل القبول، وإن كتب لنا النصر فبنعيش كما أراد. لا بد من إننا نغتنم الفرصة دي، واحتمال رمضان الجاي ما تكون متوفرة لنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. انت مجاهد وصايم، جاهد نفسك وحاول انك تكون من اهل الصلاة، ما تقطع وما تلم الصلوات كلها في وقت واحد كده وتصلي. لا كده ما ينفع والله. حاول صلي الصلاة في وقتها، ولو قدرت تصليها في جماعة يكون افضل كمان، في وقتها وفي جماعة. في الباب الثاني قال لك ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. الله اكبر، دي الهدية الربانية للمجاهدين والمرابطين في سبيله. باب في الجنة نسأل الله أن نكون منهم، باب كامل ليك انت اللي حاليا قاعد ضرباك شمس، أو قاعد في خندق محفور، أو في دفاع، أو مجاهد بأي طريقة كانت، أو انت بتعمل يعني عملك يبتغي به وجه ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما حيضيعنا إن شاء الله. ودي نعمة والله العظيم نستاهل نحمد ربنا عليها، فالحمد لله. قال برضو في الحديث ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. نسأل الله أن يكتبنا، أن يتقبل منا ومنكم الصيام ويدخلنا باب الريان. والصيام والله فضله لا يقل عن الجهاد، وفوائده قيمة، لأنه بعلمنا الصبر، وبيمنعنا من المعاصي اللي هي سبب عذابنا ذات، وبيمنعنا من شهواتنا الحلال زي الأكل والشراب. فالبيقدر يصوم ويجاهد نفسه بمنعها من الشهوات في رمضان، حيقدر يبعد عن المعاصي أو المعصية والحرام فيما بعد رمضان. وبالمقابل حيهتدي، لأنه شهر هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فيتقال برضو في الحديث ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. نحاول إننا نتصدق علشان ننادى من الباب ده، من باب الصدقة.
في نهاية الحديث سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما على من دعي من تلك الأبواب على ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني لو زول دعاه الضرورة زينا كده وفرض عليه إنه يجاهد ويجاهد، وفرض عليه إنه أصلا الصلاة مفروضة علينا يعني، وصلى وصام وأنفق يعني كل الحياة دي، يوم القيامة بيدعوه من الأبواب دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم رد له رد جميل جدا جدا، قال لي نعم وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه. لا بد يا أخواني نجتهد في الشهر ده إنه نطبق الفرائض، نصلي صلواتنا على أكمل وجه، ونطبق الفرائض كلها ونخصص وقت ولو بسيط، ولو ساعة واحدة بس، إنه نقرأ قرآن في اليوم، حتى لو جزء واحد، لو على الأقل يعني ربع ساعة برضو نحاول نقرأ ونتعلم ونعرف عن ديننا. وأسهل حاجة ممكن نعملها إنه نستغفر ونصلي على النبي ونسبح، ونحاول برضو نقيم الليل وندعو ربنا إنه ينصرنا ويآزرنا ويردنا لديارنا ويرد أهلنا وأحبابنا لينا كمان. وأهم شيء نخلص النية لله ونتأدب في حضرة الصوم بحفاظنا على مكارم أخلاقنا. وبرضه ما نرد الإساءة بالإساءة، يعني لو زول ساءك ولا قال لك كلام ما هو، اكتفي بس بقول اللهم إني صائم، علشان صيامك أو صيامنا عموما يؤدي ثمرته المطلوبة وتترتب علينا المغفرة الموعودين بها. وجزاكم الله خيرا.